روي أن أعرابيا دخل على المأمون، وكان الأعرابي طويل اللسان سريع الجواب. فقال له المأمون مازحا: يا أعرابي، ما بالك تدخل علينا بلا استئذان؟ فقال الأعرابي: إنما الاستئذان على النساء والجواري، أما الرجال فمنازلهم صدور المجالس. فضحك المأمون وقال: ويحك، أترى نفسك أهلا لمجالسة الخلفاء؟ قال الأعرابي: إنما يجلس المرء حيث يشرفه علمه، لا حيث يذله جهله. فأعجب المأمون بجوابه، وقال: فما أعددت لنا يا أعرابي؟ قال: ما أعددت لكم إلا لسانا صلبا وقلبا حرا، يقول الصدق ولا يهاب الموت. فقال المأمون مبتسما: إن قلت صدقا فأنت حكيم، وإن كذبت فأنت شجاع. فقال الأعرابي: بل أنا صادق شجاع، لأن الكذب داء الجبان. فأمر له المأمون بجائزة سنية، وقال: لولا أنك أعرابي لجعلتك من ندمائي. فقال الأعرابي ضاحكا: حسبي أن أكون من ضيوفك، فضيوف الكرام ندماء ما داموا في الضيافة.